طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طريقة جديدة، وهي طريقة وصول الراوتر لحد الأقصى، علشان بعض الألعاب الأونلاين والمواقع ما بترضاش تفتح. طب ازاي نحل المشكلة دي؟ طبعا الحل المشكلة للراوتر الجديد فقط، بتاع تي داتا، الراوتر الجديد فقط. طيب أول حاجة هنفتح المتصفح بتاعنا، أي متصفح عندنا هنفتحه طبعا اهوت. طيب هنروح فين يا جماعة؟ هنكتب هنا 192، آسف، 192 زي دوت 168 دوت 1 زي ما احنا متعودين مثلا. وهنا ادمان، وطبعا ما ينفعش نغير الاسم في الباسورد، ممكن نغيره. فانت هتكتب الباسورد حسب ما انت مغيره او حسب ما هو موجود. طبعا الباسورد اللي بيبقى موجود مع الراوتر ادمان. طيب نخش على النتورك، وهنا هنختار طبعا السيلفر بتاعنا. انا عندي مثلا صفر فهختار صفر. طبعا بعد ما بنختار صفر بنلاقي ديت كده مكتوبة 1492، هنخليها 1430. وهننزل تحت هندوس سيف طبعا، بس بعد ما احنا بنكتب هنا الاي دي وهنا الباسورد ودول وات تي داتا دوت نت دوت اي جي، ونحفظ ونستنى اما يحفظ. طبعا بعد ما حفظ كده خلاص كده تم الحفظ. هنروح فين تاني؟ هننزل هنا بالنسبة لويندوز اكس بي. ان شاء الله هننزل شرح تاني لويندوز اكس بي وروبرتس، وهنختار انترنت اللي هي ديت. وبعد كده دي هتبقى كده، هتبقى موجودة كده الدي ان اس سيلفر ادريسز، هتبقى موجودة كده. نروح رايحين يوز ذا فلوينج دي ان اس سيلفر ادريس، هنخليها 8.8.8.8، وتحت 8.8.4.4، وهندوس اوكي واوكي. طبعا احنا هنلاقي اختلاف كبير جدا ما بين ان كان مثلا ياهو ما كانش بيحمل عندنا، او موقع اي لعبه ما كانش بيحمل عندنا. طبعا نشوف الاختلاف دلوقتي اهوت، الياهو حمل وموقع اللعبه حمل. طب الالعاب الاونلاين اللي ما كانتش بتفتح يا جماعه، برضو الالعاب الاونلاين ما كانتش بتفتح. طيب دلوقتي المشكله خلاص ان شاء الله الحمد لله يعني اتحلت، والمواقع بقت بتفتح اهوت، الياهو بقى بيفتح على طول. طب الاول كان لازم نعمل في بي ان عشان يشتغل، لكن دلوقتي ما عدناش نحتاج للفي بي ان ولا لاي حاجه. طبعا عن طريق اسهل حاجه، اختار من الاربع اختيارات دول حسب ما هو موجود عندك، وطبعا تسيب باسم 30، وبعد كده اوكي او سيف وخلاص. نيجي نفتح اي حاجه اللي فتحت وكده. طب حل المشكله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.